يا أهلا وسهلا فيكم. العكاز وألعاب العكاز. قبل لا ندخل في ألعاب العكاز، نبي نعطيكم بعض اللعبات خصوصا للمبتدئين. الأرشاب المعروفة. وراح نتكلم إن شاء الله من خلال عرض اللعبات، راح نتكلم عن أنواع لعبات العكاز على حسب تصنيف الأستاذ ناصيف اللحام، لأنه هو بوب كتابه خصوصا للجزء الثاني ألعاب العكاز على ألعاب الكنار، كنار يمين وكنار شمال ووسط واصل وألعاب الدور السابع. شوفوا معاي في البداية المدخل لألعاب العكاز. أصغر ركب هذا هو، تعطيه 2 ويقول لك كش. دائما ألعاب العكاز تحتاج إلى كش عشان تركب، ياكل وتاكل. شوفوا معي هالركب، هذا الركب فيه كشين، وين ما ياكل تركب، ياكل، لما تاكل ياكل، وتكون المبادرة عندك. هذه أيضا من الأركاب، بس الفرق عن الركب اللي قبله هني كش 2 وهني كش 1. أيضا إن شاء الله من خلال ما نعرض لكم الألعاب شنو ميزة إذا قال كش 2. أيضا من الأركاب. نفس الشيء، كش 2 وكش 1. من الأركاب المشهورة هذا الشكل، ياكل 3، يقول لك كش 1 وراها كش 1، كشين. نفس الشكل تقريبا إذا صار الوضعية، يقول لك كش 2 وراها كش 1. من الأركاب المشهورة أيضا هذا الركب مال دامة عشراوي، كش 2 كش 1. أيضا من الأركاب المعروفة. وين ما ياكل تعطيه 4. بعدها كش 2 وكش 1. هذا الركب أيضا من الأركاب المفيدة في دامات العكاز. يقول لك كش 2، يقول له اكل. بهالطريقة راح يصير عندك أكثر من ركب، ياكل بالحجر مثلا. يقول لك كش 1 بعدين كش 1، يعني فيه كشين. هذا أيضا ركب معروف تقدر تاخذ فيه دامة عكاز. كش وكش، فيه كشين. بالكش الأول تركب، فالوضعية ما تحتاج ركب ثاني على أساس تفتر الحطب، مجرد مثلا تفتح الحجار هني مثلا وتعطيه 1 وتاكل الأحجار اللي أمامك.
من الأركاب المعروفة هذا الركب ياكل 3، ويقول لك كش 2 وكش 1، كشين، ولكن بالكش 2 تقدر تركب، مجبور ياكل 2، تاكل، يرجع ياكل، تعطي واحدة مثلا هني على أساس لما ترده تفتر الحطب. هذا الركب أنا مسميه الركب الذهبي، في 4 كشات، تقدر تاخذ فيه دامة عكاز أو دامة زحاف، يعني بهالركب هذا تتفنن فيه. قال لك كش 3 تقدر تركب على واحدة، ياكل 3، تاكل، هذا الكش الثاني قول دامه، ياكل هذا الكش الرابع، قول له مثلا اكل 2 وتركب من خلال الكش الرابع. من دامات العكاز شوف تلاحظون هذا الشكل، ياخذ منه ركب، كش واحدة وراها كش واحدة، يركب، لعبة عكاز. مجبور ياكل 3، راح ياكل 2، هذا يسمونها في كتاب الأستاذ نصيف اللحام عكاز وسط واصل. عكاز معروف انه عكاز ليش، ولكن وسط واصل، وسط لأنه أخذ العكاز هذا وسط الرقعة. أما إذا أخذ العكاز في الأطراف أو في الرؤوس مثل ما نسميها، يسموها ألعاب كنار. كنار يعني معناتها الحاشية أو الحواشي، هذه الحاشية أو هذه الحاشية، هذه ألعاب كنار. أما إذا غير الحواشي يسمونها وسط واصل. ليش واصل؟ لأنه وصل
الدور الثامن. وقلنا ان عكاز وسط لأن ما خلا الحاشيتين فهي ألعاب وسط، وإذا كان إنه يركب في الحاشية يسمونها ألعاب كنار، الحاشية معناتها كنار. واصل لأنه وصل الدور الثامن. راح ناخذ بعدها إن شاء الله ألعاب وسط الدور السابع أو كنار الدور السابع. الحين يحتاج ركب كش واحد على أساس يركب بالشيخ. من العكاكيز المشهورة عكاز لإدوار عطية. عنده كش بالحجر، وراها بالشيخ كش ثاني أيضا. بالكش الأول يركب، بعدها ياخذ ركب ثاني على أساس يركب بالشيخ. يركب هني، ويرد شيخه وياخذ كل الأحجار. من دامات العكاز الجميلة دامة للأستاذ محمد المرعبي.
أيضا من دامات العكاز عكاز وسط واصل. ما ياكل هذه، ياكل هذه، وهذه ميتة. أيضا عكاز جميل للأستاذ أحمد هزيمة، قال لك إيش على أساس ياخذ عكاز واصل. أيضا عكاز من العكاكيز اللاعب التركي هالوك أوراك، طلب منك إيش مجبور يسد وياخذ هالركب. نشوف الخيار الأول، إذا أكل من هني مثلا يركب، ياخذ ركب ثاني على أساس يفتر على الحطب. نفس الشيء الخيار الثاني يركب،
بهالوضعية يفوز الأصفر باعتبار عنده عدد من الأحجار زيادة عن الأسود. خيار ثالث، يركب إذا كل هني من دامات العكاز كيش تنتين يركب. طبعا هذه عكاز كنار يمين واصل، كنار لأنه من الحاشية أخذ العكاز يمين لأنه جهة اليمين، واصل لأنه على طول الدور الثامن. وصلنا معكم إلى نهاية المقطع، نلقاكم إن شاء الله في الجزء الثاني مع ألعاب العكاز. مع السلامة.